السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهاردة جايبه لكم فيديو جديد، ولو أول مرة حضراتكم بتشوفوني أنا اسمي هدى، وقناتي اسمها مطبخ هدى أكلات مصرية. أتمنى إنكم تشرفوني باشتراك وتدعموني بلايك. دلوقتي النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض النابت أو فول نابت. في طبعا ناس كتير ما تعرفش يعني ايه النابت ولا يعني ايه الفول النابت. انا النهارده عندي برد، فقلت النهارده هعمل بقى حبه فول نابت كده حلوين، بس ايه طعمهم في منتهى الجمال. النبت ده يا جماعه من الاكلات الحلوه جدا جدا، اللي احنا نسيناها، اللي احنا كنا زمان بناكلها كتير وبنعملها. اكله مفيده ومغذيه جدا، تحفه بجد. طعمها حلو جدا جدا. يعني بص انا عماله اشرب فيها كده، مش مستنيه ان انا اقعد واكل كده من كتر جمالها وحلاوتها. اكله مش مكلفه خالص. قيمتها الغذائيه عاليه. يا ريت يا جماعه نعرف ولادنا على الاكل بتاع التراث بتاع زمان. بص انا بوريكم الفوله، انا اكلتها وطلعت القشره بتاعتها. حلو قوي. النبت ده عبارة عن فول يا جماعة، بيتنبت بطريقة معينة. في فيديو جديد، في فيديو تاني ان شاء الله هوريكم انا بعمل النبت ازاي من الاول. لكن دلوقتي انا بجيب لكم النهاردة الطريقة بتاعته وانا بسويه بس. عملته بطريقة سهلة، بطريقة حلوة جدا، وعمالة اشرب فيها وبصوا عشان افتح نفسكم. بصراحة هو كان حلو جدا. نخش في الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفول النابت بتاعنا اهو يا جماعة. ممكن تعمليه في البيت، وزي ما قلت لحضرتك انا هوريك الطريقة بتاعته في فيديو تاني، ازاي بتنبتيه في البيت. او ممكن تشتريه من بره، الناس اللي هم بيبيعوا الجبنة والقشطة والحاجات ديت، الفلاحين اللي بيبقوا موجودين في الاسواق بيبقى معاهم فول نابت. بصي الفولية انا بوريها لك شكلها عامل ازاي. بيبقى معاهم الفول النابت، تسأليها على الفول نابت هتقولك اه معايا. وصفة حلوة جدا. أكلة سهلة وبسيطة خفيفة، هنحبها وولادنا كمان هيحبوها. وطعمها يا جماعة مش قادرة أقول لكم، طعمها في منتهى الجمال. هي بتعتبر إيه، نعناع وأزأزة كده يعني تمام. تمام، حلوة جدا جدا. أنا بوريكم الفولة، بصوا. أهم حاجة تكون الفولة نبتها شوية كويس. تكون الفولة بتاعتنا بيضة. تكون نظيفة، يعني احنا بنعمله يا ننقي حد كويس بنجيب منه، يا اما احنا واحنا بنعمله نجيب فول كويس. دلوقتي انا حاطه ميه اهيت على البوتاجاز، هي مغليتش ولا حاجه، ميه عاديه جدا. هبدا انزل فيها بالفول بتاعي، نغسله مره واتنين وتلاته، وابدا انزل بالفول بتاعي يا ست الكل. بس كده بس كده. وصفه سهله وبسيطه، مش هتاخد مننا اي حاجه خالص. حاجه كده هتعمليها ايه في السريع. وكمان زي ما بيقولوا والله يا جماعه ترم العظم. بما ان الفراخ غاليه واللحمه غاليه، تعالوا نعمل نابت بقى بطريقه حلوه جدا جدا جدا. دلوقتي انا كده حطيت الفول بتاعي، وهبدا اضيف بقى الاضافات بتاعتي. هحط عليه بقى بصلتين حلوين كده، اقطع البصلايه كده اربعه، او لو كبيره شويه نقطعها اكتر من اربعه. لان البصل ده يا جماعه هناكله مع الفول، يعني البصل ده ما بيترميش. يعني مش زي ما بنسلق فراخ او لحمه ولا كده. لا، البصل ده احنا بناكله في الاخر. وزي ما وريتكم في اول الفيديو انا كنت باكله. تمام تمام. سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام كده. وبفكرك تاني يا ست الكل، لو مش مشتركه معايا في القناه شرفيني باشتراك، ووجودكم على راسي من فوق. وابدا كده انزل بكام فص توم حلوين كده، اهرسهم واضيفهم معايا. يعني انا كده حطيت الفول وحطيت عليه ميه، وحطيت عليه بصل، وحطيت عليه فصين توم. تمام تمام. مش هحط له اي اضافات تانية، مش هبهره، مش هعمل اي حاجه فيه. هما دول وبس، شكرا على كده. وبعد كده هوريكم هعمل ايه. ليه ما حطيتش ملح؟ لان الملح هيأخر سوى الفول. ليه ما حطيتش بهارات ولا اي حاجه؟ انا عايزه احس بطعم البهارات، بطعم الكمون، بطعم الحاجات اللي انا هضيفها عليه وانا باكل. لكن لو حطيتها في الاول كده وهو بيغلي وبيستوي، الحاجات دي طبعا هتتبخر ومش هحس بيها، وكمان قيمتها الغذائيه هتقل. حلو الكلام، كلام جميل. سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. هوطي عليه البوتاجاز كده يا جماعه، واسيبه بقى ايه يستوي، واخد معايا نص ساعه، سايباه على نار هاديه خالص. كده بعد ما استوى معايا بوريهولكوا اهوت. بقى في منتهى الجمال، وريحته مش قادره اقول لكم. والله العظيم يا جماعه ريحته وهو بيستوي كانك بتسلقي لحمه بالظبط. لان الفول سبحان الله، نفس البروتين بتاع اللحمه هو نفس البروتين اللي موجود في الفول. هبدا كده انزل بشويه ملح بتوعي، وشويه كزبره ناشفه، وحبه كمون. مش اكتر من كده، مش اكتر من كده. وصفه حلوه وسهله وبسيطه، وفاخر من الاخر زي ما بيقولوا. اتمنى بقى انك تجربي الوصفه بتاعتي دي يا ست الكل. ولو عجبتك وصفتي عايزه لايكات كتير كتير كتير. بصوا يعني بجد انا فرحانه جدا، لان الفول ده انا ما عملتوش من زمن الزمن. قلبته كده تقلبتين حلوين، وبعد كده اخر حاجه بقى هضيفها عصره الليمون، وانا كده طفيت النار. يعني انا حطيت الملح وحطيت الكمون وحطيت الكزبره اخر حاجه. وبعد كده هبدا بعصره الليمون.
الليمون ما بيتحطش كتير معاه وما بيغليش كتير معاه عشان ما يمررش منك. انا بحط عصره واحده كده بس، وابدا وانا باكل وقت التقديم ابدا اعصر، اللي بياكل يعني يعصر في الطبق اللي قدامه ليمون برضو، لان الفول النابت بيحب الليمون جدا جدا جدا. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، ودي وصفتي النهارده. يا رب يا رب اكون عند حسن ظنكم، ويكون دايما كده اقدر اقدم لكم كل جديد، واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.